في المناطق الاماميه، لو اندفعت خطوط الاحمر لقدام يستغل شويه المساحات الخاليه من الرقابه. استلام تاني من رمضان صبحي، يلعبها رمضان عند حسام غالي، حسام لمؤمن، يا ولد يا لعيب خطير، ايفونا مش ممكن، جول جول جول، خطير شرير، الهدف الاول للنادي الاهلي، مؤمن بتاع رمضان ومليك ايفونا مع الدقيقه 64 بيدور على الرقصه بتاعته، هيروح دلوقتي الانطوي واديني الرقصه بتاعت ايفونا وانطوي اللي بتفرح جول جول جول، حلوه العرضيه ومؤمن زكريا، ترقيصه خلصت لك كل المشاكل، وعلى طول ايفونا مع المدافع كده هما الاثنين سجلوها. انما بص مؤمن زكريا مش ممكن، ادي ايفونا مع حسام عبد الجواد، هنشوف الجون، ايفونا حط رجله بالكامل ولا حسام عبد الجواد؟ لا ايفونا، وجاي كمان محمود منصور 1-0 عشان يرفع رصيده النهارده ل 11 جون، يتساوى مع عبد الله السعيد. انما حسام غالي بداها بتمريره ايه؟ بلسم، يا سلام يا غالي، لو شفناها من البدايه. بص بقى حسام غالي، ده الشغل اللي يفرق من لعيب بقدرات ومهاره غالي، اللي عمل التمريره اول مره لمؤمن زكريا، الترقيصه حللك بيها كل المشاكل الدفاعيه، وايفونا وانطوي ورقصه الثنائي الافريقي اللي عملوا شكل جميل ومشهد في اللقاءات الاخيره. تتلعب الكره اماميه تاني في الوقت اللي بيفكر مارتينيول هيغير الوقت اللي جاي، انما ايفونا هو صاحب التقدم. يطلع اكرام، برافو يا ولد يا لعيب، يقوم بدور الليبرو ويطلع الى رمي التماس، هدف ممكن يغير من شكل وتركيبه تشكيله فاروق جعفر في المناطق الاماميه الوقت اللي جاي، بعد كان متحفظ تماما في الوقت اللي بدا يفكر يزود قدراته بمحمد جمال اللي عمل التمريره الاماميه اللي فاتت وطلع اكرام من المرمى. انما لسه هنشوف غالي هيعمل ايه. غالي الايفونا، ايفونا خطيره مش ممكن، بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام يا ايفونا، بره الملعب الى ضربه مرمى مقصر. ولو اللعيب تقل بقى في الاكل شويه كده وزود يأثر اكتر واكتر. انما ايفونا في مكان في منتهى الخطوره، وادي الملعب بدا يفك ويتفتح. رقم 10 لمارتينيول، 4 لقاءات افريقيه في دور ال 32 ودور ال 16، تعادلين وانتصارين. ايفونا من بره ال 18، ايفونا خطير، ممكن يا ولد يا لعيب، جول جول جول، ايه يا ابن الجمال ده؟ ده مخه اللي بيقول لك لما بيشتغل ايفونا خطير، وانا عندي كلامي، بيسجل الراجل الجون الثاني الدقيقه 69. وقلت لحضراتكم هو الاهلاويه كده تندع وبعدين تمطر معاهم. ايفونا النهارده بجونين هو اللي يرجع للتقدم مره ثاني بعد تعادل سلبي اكتر من 62 دقيقه. بص الجمال، بص الحلاوه، وبص التسديده ما يقدرش يعمل لها فوزي اللي تقدم مسافه كبيره قوي. كان ممكن يطلع احمد فوزي لغايه ال6 ياردة، انما طلع اكتر من 7-8 متر، فتح تماما المرمى وسهل المهمه على ايفونا، عملها منتهى الجمال والروعه. هو ايفونا بقول لحضراتكم يا يقوم بدور البطوله يا يفضل الراجل غايب عن اللقاء. النهارده قام بدور البطوله في اخر المسلسل مع ال 25 دقيقه الاخيره. كل الفرقه بقى بترقص، قال لك خلي انطوي بره واحنا نكمل معاك الرقصه. ايفونا اللي بيسجل النهارده تاني اهدافه في اللقاء، هدفين في مرمى المقاولين في اخر اللقاءات، وهدفين النهارده يوصلوا رصيده ل 12 جون عشان يتساوى مع مؤمن زكريا. بتبديل تاني يخرج عاصم سعيد وينزل احمد صديق في تشكيله